السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة حابة اتكلم معاكم عن الفراخ البلدي. الفراخ البلدي عشان ناخد منها انتاج صح لازم نديها اكل مظبوط. يعني ايه اكل مظبوط؟ يعني ندخل لهم بروتين كويس، والبروتين ده بيكون في العليقة علف الدواجن. يعني ايه الكلام ده هوت يا ام معاذ؟ يعني عشان ناخد بيضة كويسة وقشرتها محملة لازم كل مدى يا حبايب قلبي نطعم الفرخة بحبة عليقة نديها لها تاكل عشان البيضة تطلع مظبوطة وما فيهاش غلط. فاكرين يا حبايبي بيض الفراخ اللي احنا حاطينه في الفقاسة وبنتابعه مع بعض؟ اهو ده بقى كان ناتج الفراخ بتاعتنا اللي قدامكم دي، ودول ابطال القصة، والديك الابيض الجميل بتاعهم اهوت بينقنق وسطهم. طبعا احنا مش بنأكل عليقة عمال على بطال علشان التكلفة. الأساس بتاعنا اللي بنرميه لهم كل يوم هو أكل البيت والعيش المبلول اللي بيفرحوا بيه وبياكلوه في ثانية. ده بيوفر معانا جدا وبيدي طعم بلدي أصيل للفراخ. بس حبة العليقة اللي بنطعمهم بيهم كل كام يوم دول، سواء 21% أو 23% بروتين، هما السر، هما اللي بيسندوا الفرخ عشان ما تقطعش بيض، وهما اللي بيدوا طاقة للديك عشان التكسير وتبقى البيضة مخصبة وتفرحنا لما تطلع كتكوت سليم جوه الفقاس. وتعرفوا يا حبايب قلبي أحلى حاجة في حتة التربية ديت مش بس حوار التوفير والبيض، دي البركة اللي بتملى البيت. صوت الطيور كده في المكان بيرد الروح يا حبايب وبيفكرنا بخير زمان وعزوة أهالينا. وتلاقوا العيال كمان بيفرحوا بيهم أوي. تلاقوا الولاد ربنا يبارك فيهم ويحفظ لكم ولادكم واقفين يتفرجوا مبسوطين وهم بيحدفوا لهم الأكل بإيديهم، وبتخليهم يشاركوا معانا في جمع البيت. التربية في البيت بتعلم ولادنا الحنية والمسؤولية، وبتخلينا ناكل ونأكلهم حاجة نظيفة ومضمون احنا اللي مربيينها على ايدينا وعارفين واكلة ايه وشاربة ايه من غير اي ادوية ولا كيماويات. حبيت اشارككم طريقتي وتجربتي يا حبايب قلبي عشان الكل يستفاد، واللي حابب يربي فراخ لبيته يربي صح. قولولي بقى في التعليقات بتأكلوا فراخكم ايه عشان يبيعوا، وهل بتحطوا بواقي اكل البيت زينا ولا لا؟ هستنى تعليقاتكم الحلوة، وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة. اسيبكم في رعاية الله وامن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.